عاوز اقول لكم ان انتوا مش هتشيلوا هم اي بقعه زيت في الملابس عندكم تاني، او اي بقعه دهون عموما مهما كان حجمها، حتى لو البقعه اتغسلت 100 مره. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. زي ما انتوا شايفين اهو، دي بقعه زيت اتغسلت قبل كده وما طلعتش، بس انا كمان هزود عليها بقعه زيت قدامكم عشان تصدقوا ان دي فعلا بقعه زيت. طب ما تيجي نصعب الموضوع شويه ونحط كمان حته سمنه فلاحي كده عشان بقى بقعه الزيوت كلها تبقى كامله معانا، ونسيحها بالاستشوار كده عشان تخش ما بين النسيج بتاع التيشيرت. وطبعا عشان اثبت لكم ان الكلام ده كله حقيقي، هبل مكان البقعه اهوت ميه واحاول انشفها قدامكم. وطبعا زي ما انتوا شايفين اهوت الميه كلها نشفت وما فاضلش الا بقعه الزيت. دي فوطه صغيره هحطها تحت البقعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هبل مكان البقعه ميه بالشكل ده، وهجيب بقى الساحر ده افضي منه نقطتين كده وشوفوا هيعمل ايه. هوزعه بس كده بصباعي كده مكان البقعه بحيث ان هو يغطي معانا البقعه بالكامل. وبعد كده باي فرشه هندعك دعكه خفيفه كده، او ممكن نفرك الملابس في بعضيها بصباعنا كده. بعد كده بقى تشطفوا مكان البقعه، او ممكن تاخدوا قطعه الملابس تحطوها زي ما هي كده في الغساله، البقعه هتطلع ملهاش اي اثر. بس انا هنا هشطفها قدامكم عشان نتاكد مع بعض ان فعلا البقعه كلها طلعت. تعالوا بقى ننشف التيشيرت مع بعض سوا ونشوفوا هل البقعه لسه موجوده ولا اختفت خالص. هجيب المكوه بقى وهبدا انشف البقعه اهوت. زي ما انتوا شايفين الحمد لله البقعه ملهاش اي اثر نهائي، ودي النتيجه اللي دايما هتلاقيها لو استخدمت مزيل شيفو لبقع الزيوت والدهون من اي ملابس عندك. عاوز اقول لك ان ده واحد من 5 مزيلات لجميع انواع البقع، حرفيا هيكون عندك دراي كلين كامل في البيت. تقدروا تطلبوا المنتجات بتاعتنا من خلال الموقع بتاعنا، وعاملين عروض جامده جدا على جميع المنتجات، او من خلال الواتساب، وطبعا متاح شحن لاي مكان في مصر.